إزاي الرادار بيعرف إن العربية ماشية بسرعة مخالفة؟ وإزاي بيحدد العربية الصح وسط باقي العربيات ويصورها؟ تخيل إنك ماشي بالعربية عادي جدا وفجأة بعد كام يوم تلاقي صورة عربيتك جايلك بمخالفة. طب الجهاز ده عرف إزاي إنك كنت ماشي بسرعة زيادة؟ على الطريق في جهاز اسمه رادار، فكرته بسيطة جدا. زي ما أنت ترمي كرة في حيطة وترجع لك تاني، الرادار بيبعت موجات في اتجاه العربيات. الموجات دي بتخبط في العربية وترجع له تاني. من الوقت اللي الموجة أخدته وهي رايحة وراجعة، الجهاز يعرف المسافة بينه وبين العربية. بس الأهم من كده، الجهاز مش بيقيس مرة واحدة وخلاص، ده بيقيس المسافة كذا مرة في جزء صغير جدا من التانية. يعني بيشوف العربية وهي بتتحرك قدامه خطوة خطوة، ومن الحركة دي يقدر يعرف السرعة. وفي حاجة كمان بتحصل من غير ما نحس بيها. لو العربية بتقرب من الجهاز، الموجات اللي راجعة بتكون أسرع ومتقاربة، ولو العربية بتبعد بتكون أبطأ ومتباعدة. وده بيعرف بتأثير دوبلر. التغير البسيط ده هو اللي بيخلي الجهاز يعرف السرعة بدقة. طيب إزاي يعرف إن دي عربيتك أنت وسط العربيات؟ الجهاز بيكون موجه ناحية طريق معين، وبيستقبل الإشارات اللي راجعة من العربيات اللي قدامه. ولو لقى عربية سرعتها أعلى من المسموح يسجلها فورا كمخالفة. بس الجهاز ده غالبا مش بيصور. اللي بيصور هو كاميرا جنبه. الكاميرا هي اللي بتاخد صورة العربية ولوحة الأرقام في نفس اللحظة. الرادار ببساطة زي جهاز بيراقب الحركة بالموجات، يعرف سرعتك من حركة بسيطة جدا. ولو كنت أسرع من اللازم، الكاميرا بتسجل اللحظة دي في صورة كمخالفة سرعة. لو عجبك المحتوى تقدر تتابعنا وتشترك بقناة اليوتيوب علشان يوصلك فيديوهات أكتر. وكمان ما تنساش تعمل لايك وكومنت على الفيديو، وانتظرنا الفيديو الجاي.